ده بانيه وده ستريبس، بس لا ده لحمه ولا ده فراخ. عايزه اقول لكم الطعم خطير. بصوا لونه من جوه عامل ازاي. بما اننا خلاص دخلنا صيام ال55 يوم، فمحتاجين شويه تغيير في الاكلات، فيلا نبدا سلسله صيامي اكتر مع ريتش بيك. والنهارده هنعمل احلى بانيه واحلى ستريبس اللي هيكون مفاجاه لناس كتير قوي. احنا هنعمله يا جماعه من البتنجان. تعالوا بقى اقول لكم ازاي نحول البتنجانيه دي لطعم خطير وما تكونش شاربه زيت خالص ومقرمشه وتجنن وكل يحبها. هجيب البتنجانيه تكون خفيفه وبتلمع، هغسلها كويس جدا، هقشرها، هعملها بشكل طولي، وبعدين هبدا اعمل فيها فتحات كده علشان لما اتبلها تشرب التتبيل طعمها حلو. طيب هجيب بقى تاني بتنجانيه بعد ما قشرتها، هبدا اقطعها بالشكل ده، وبعدين هعملها شرايح طوليه اللي هي ستريبس. اركن كل ده بقى على جنب، واجيب بوله فيها ميه، واحط فيها ملح وكاري وكمان بابريكا، اقلبها كويس جدا، ونضيف بقى كل البتنجان اللي احنا قطعناه، يبقى جاهز عندي للي بعد كده. هنجيب طبق ونحط فيه كوبايه ونص دقيق وعليها شويه بهارات، ملح، فلفل اسود، جنزبيل باودر، توم باودر، بصل باودر، وبابريكا، وكمان الكاري. ممكن تضيفوا زعتر كمان يبقى الطعم حلو جدا، ومعلقتين نشا. نربط كل ده بالميه، انا عايزه القوام يكون تقيل مش خفيف. نيجي بقى للقرمشه واللون اللي هناخده من بقسماط ريتش بيك. ريتش بيك عملت لنا 3 انواع من البقسماط. اول حاجه البقسماط المطحون ناعم، لونه ذهبي وهيدينا قرمشه بس ناعمه. ولو حابين بقى ان انتوا تخلوا الحاجه كريسبي اكتر، فعليكوا على البقسماط الكريسبي من ريتش بيك، برضه هيدينا نفس اللون الذهبي وبرضه هيدينا قرمشه، بس قرمشته هتكون اكتر شويه من المطحون ناعم، فده يبقى اختيار حلو قوي للناس اللي بتحب الحاجه الكريسبي. اما بقى لو بتحبوا الحاجه اكسترا كريسبي، وده طبعا اختيار كل ولادنا، عايزين الحاجه تبقى مقرمشه جدا طول الوقت، فانا بنصحكم جدا ببقسماط اكسترا كريسبي من ريتش بيك. تعالوا بقى اوريكم ازاي وصلنا لنتيجه القرمشه دي، وازاي ما يشربش معانا نقطه زيت. اول حاجه البتنجان بصفيه كويس جدا وبنشفه، بنزله الاول في طبق فيه نشا، وبعدين في الخليط اللي احنا عملناه من الدقيق. واول بقسماط استخدمته هو الاكسترا كريسبي. بصوا تاثيره عامل ازاي، بيمسك معايا بسهوله جدا وما بيسيبش بعد كده خلاص. ونكرر نفس اللي احنا عملناه في كل البتنجان. مهم جدا ننزله الاول في طبق النشا، وبعدين الطبقه اللي بعد كده السايله اللي هي بالدقيق، واخر حاجه هنا هستخدم البقسماط الكريسبي، وده كان تاثيره برده بيمسك معايا بسهوله جدا وما بينزلش. اخر حاجه بقى هجربها هو البقسماط الناعم. بعد ما غلفت عندي البتنجانيه بالنشا ونزلتها في الخليط السائل، هروح بقى احطها في الطبق اللي فيه بقسماط المطحون ناعم من ريتش بيك، وده كمان كان تاثيره بنفس الطريقه وبنفس الترتيب. عملت كل الستريبس، هنروح بقى علشان نقليه، وطبعا هنحطه كمان في الاير فراير. عندي هنا زيت غزير درجه حرارته متوسطه، قليت الاول الستريبس وبعدين هنقلي البانيه. عجبني جدا ان هو هش البتنجان طالع لفوق، حتى بصوا وانا بقلبه كانه كده بقلب زلابيا، مش كده، مش تقيل، مش نازل تحت في الزيت، فده مؤشر ان هو مش هيكون شارب زيت معايا. الطبقه ما فكتش خالص خالص، زي ما انتم شايفين كده، زي ما نزل في الزيت زي ما طلع. وده كان الستريبس. خلصنا بقى الستريبس، هنقلي بعد كده البانيه. طبعا تقدروا تعملوا ستريبس بس، تعملوا بانيه بس. عايزه اقول لكم الولاد مثلا عجبهم الستريبس اكتر من البانيه، فبراحتكم خالص، انا عجبني الاثنين. كمان البانيه وزي ما انتم شايفين مفيش حاجه فكت خالص. وطبعا ممكن ندخله الاير فراير. هحط برده 3 هنا من البانيه وادخلهم الاير فراير بعد ما ارشهم برشه زيت. اخدوا تقريبا نص ساعه، قلبتهم على الجنبين وبس كده بقى جاهز معانا احلى بانيه واحلى ستريبس. يتقدم جنب اي حاجه، يتحط في ساندوتشات، يتقدم جنب رز، يتقدم جنب مكرونه، طعمه خطير، قرمشته عالميه. والاهم من كده انه مش شارب زيت، يعني بتنجانه مش شارب زيت. حتى تعالوا اوريكم بنفسكم. تعالوا نحطها ما بين منديلين ونشوف قد ايه شارب زيت قدامكم. بصوا حاجه لا تذكر. مستنيين ايه؟ جربوه، هستنى رايكم.